نمشي إلى الخبر اللي بعده. في الحلقة الماضية كنا قد عرضنا فيديو قام ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بمشاركة للجميع عبر هذا الفيلم، وهو يطرح زي ما قلنا سؤال: ماذا ستفعل لو رأيت عملية سرقة في وضح النهار أمام أعين الجميع، ووجدت مبلغ من المال ملقى على الأرض، هل سترجع لصاحبه أو تفكر في الموضوع؟ طبعا فكرة هذا الفيديو تتركز على تعويض أو تعريض المارة في الشارع لهذا الموقف، ويعني اختلفت ردود الأفعال بين من هو إيجابي وبين من هو سلبي. شباب صفحة ليبيا رياكشن قامت بعمل فيديو آخر، وهو كيف يتعامل الليبيين هذه المرة مع القمامة في الطريق. طبعا خلينا نتابع هذا الفيديو ونكتشفوا أو اكتشفوا الآن بأنفسكم ردود فعل الليبيين تجاه هذا التصرف. مرة فاتت تزدان وكانت فيه ردود سلبية، واحد ياخذوا منه تزدانة ولا خنبة ولا كذا. اليوم ليبي يلوح حشاكم كناسة في الشارع، نشوف ردة فعل من يراه وهو يرمي القمامة. خلينا نشوف مع بعضنا ونحكم مع بعض وناخذوا بعد حسن الوليد. الأخير ضربها برجله 40 خلينا نقولوا 40 حالة، عندنا خمسة فقط إيجابيات، 35 سلبي.
حسين الوليد، اهلا يا حسين. اهلا مرحبا بك. حسين احد النشطاء على الانترنت واحد القائمين على صفحه ليبيا رياكشن. حسين، افكار جميله نعرفه من خلالها تصرفات المواطن الليبي. يومها تكلمنا معاك وانقطع الاتصال. خلينا نمشي للقصه الاولى نتاع قصه السرقه وسلبيه المواطنين، ونعرف ان في ممكن حتى لدواعي امنيه، ونتكلموا على مشكله اليوم ان شاء الله. تمام. منين جت الفكره؟ الاول على فيديو السرقه تحكي ولا على فيديو نحكوا على فيديو السرقه شويه. عندك مشكله انت يا حسين في تليفونك، عاودوا له يا شباب. حسن الوليد لثاني مره زي المره اللي فاتت ينفصل وهو بيبدا في الاجابه. ان شاء الله بس عنده امكان يكون في تغطيه، او يا حسن كانك تسمع فينا اطلع الامكان في تغطيه بحيث ان احنا نقدروا نتواصلوا معاك. فكره حلوه من شباب يحاولوا ان يكتشفوا سلبيات. لما نحكي لك كصديق بيني وبينك على انك والله قيمه الكيس هذا حطه في، ممكن تقبلها وممكن تاثر فيك وممكن تاثر فيك للحظه وبعدين ما عادش تاثر فيك، ولكن لما تشوفها وتشاهدها عبر شاشات التلفزيون ممكن تكون تاثيرها اكثر. حسن من جديد معنا، حسن الوليد ان شاء الله. خذ امكان في تغطيه يا حسن بس. والله عندي تغطيه ان شاء الله. تفضل يا حسن، احكي على التجربه. تجربه السرقه ان شاء الله. ايه يا حسن. احكي. تجربه السرقه طبعا شفناها في فيديو كان موجه طبعا للغرب، يعني اجانب مدايرينه. ففكرنا يعني شنو حيكون رد فعل الليبيين لو احنا درناه، يعني لو الليبي شاف حد قدامه وقام يعني تزدان خنب يعني من غيره، شنو حيكون رد فعله، شنو حيدير بالضبط. فقعدت الفكره في دماغي يعني، وحاولنا نشوفوا يعني نطبقوها على في ليبيا في كذا مكان، يعني اماكن معروفه تكون، وشفنا ردة الفعل طبعا كانت مخيبة شوية، يعني ما توقعناش يعني. لكن الظروف الأمنية تلتمس العذر مرات للمواطن. خلينا نمشي لموضوع القمامة. والله عجبتنا الصورة والفكرة، يعني لما تحطوا كيس أصفر وفي جنبه سطل نتاع، أكرمكم الله والسامعين، سطل نتاع قمامة، ما تلقاش حد ممكن من 40 محاولة كانت في 5 بس ناجحات. وللعلم يعني ما كانوش 40 بس احنا يعني ما نبوش الفيديو يكون طويل بس الشخص يعني ما يملش وانت يتفرج. ثم كانوا اكثر من 40 غالبا، يعني فاتوا احتمال يعني يفوتوا حتى 70 شخص يعني ما قامهاش. النسبة السلبية كم كانت؟ كانت كبيرة جدا يعني مقارنة بالنسبة الإيجابية. عرضنا يعني جميع اللي قاموها، بس اللي ما قاموهاش لقينا هلبة منهم يعني، بس غير يعني يكون الفيديو قصير حاولنا نقطعه منه قدر الإمكان. أعتقد ب 35 كانت نسبة كافية أن يعني يشوف الناس أن هي السلبية هي الأكثر، مش لازم يعني نوروهم كلهم. النتيجة حتى هي كانت مخيبة كذلك، ولكن إن شاء الله خير. باي حسن، يعني تجارب زي هذه أو أفكار زي هي يعني شو تتوقع مدى يعني استجابة الناس ليها؟ ممكن تغير حتى في سلوك الناس، يعني كم تتوقع نسبتها يعني؟ كيف المواطن العادي يعني او الشخص العادي في ليبيا يشوف فيديو زي هذا جديد، حتى ولو يعني ما كانش مثلا زي كيس القمامة ما كانش ناوي يقيمه او ما كانش حتى حيشرحها في الجديد مثلا، بعد ما شاف الفيديو حيشوف كيس القمامة انا نضمن لك انه حيكون 90% حينقام وحيحطه في سلة الكناسة. فتأثيرها كبير جدا يعني، خاصة حتى بعد ما اثبتت نجاحها يعني في المجتمع الغربي، فنتوقع يعني تثبت نجاحها بس حتى في ليبيا يعني ان شاء الله. واحنا نكلموا فيك قاعدين تو نشوفوا في الصور هي متاع القمامه. مش عارف لو حتى انت قدامك تلفزيون ممكن تتابع معنا. يعني شباب الصغار لاحظنا في الفيديو هذا بالذات، يعني الشباب الصغار في السن ما كانش ليهم يعني ما كانوش ايجابيين. شفتوا مثلا الحاجه هذه اخذت الكيس وحطتها، يعني كبار السن والراجل اللي قبلها يعني كبار في السن هم من تعاملوا بشكل ايجابي مع الموضوع، بينما الصغار ما تعاملوش بشكل ايجابي. هل هذا يعني في رايك ولا في يعني حيسبب لنا يعني او يعطينا مؤشر ان نحتاج توعيه اكثر لجيل قادم؟ اكيد وكانت صدمه لنا احنا هلبة يعني الموضوع هذا ما كناش متخيلين يعني انه ما فيش ولا واحد صغير في العمر يجينا يعني، حتى ولو يحولها يعني. كان كلهم زي ما شفت في الاخي حتى يعني يضربها برجله ومشي. ايه
فكانت صدمه بجديات يعني. لكن باي سامحني، الصغار في السن هم اكثر استعمال من الكبار لمواقع التواصل الاجتماعي. يعني فيديو زي هذا مثلا، واحنا حنكون مساندين لكم يا حسن. صفحتكم يعني اذا كان بتمشوا بهذا المنوال يعني بتقديم حاجات يعني او اعمال تحارب الظواهر السلبيه، خلينا نقول في كل المؤسسات. ما زال نستنى منكم برامج اخرى، نستنى منكم محاولات في البنوك، نستنى منكم محاولات في مستشفيات. اكيد انتم عندكم العديد من الافكار، احنا حنكونوا مساندين لكم في برنامج موطني، نحاولوا احنا وياكم نصلحوا في الموضوع شويه. ما زال حتى ممكن في فيديوهات حتى على السرعه بتاع السيارات، يعني هلبة مواضيع يعني. اكيد عندنا افكارنا هلبة ان شاء الله، والسلبيات الشعب هلبة حتى هي. بس لحتى هو يعني عندنا احنا الامكانيات ناقصه شويه، يعني امكانياتنا بسيطه جدا، نحاولوا يعني اللي نقدروا عليه. يعني لحتى هو لو لاحظت لا امكانياتكم شوف يا حسن، انا نقول لك امكانياتكم ماهيش بسيطه. انتم تمتلكوا الفكر. نعاودوا لحسن لان مهم الكلام. حسن يقول احنا امكانياتنا بسيطه. لا، امكانيات الشباب ماهيش بسيطه. الشاب اللي يمتلك فكره ويمتلك مبادره للتغيير ماهوش شيء بسيط هذا. طبعا لما نقولوا احنا ان شباب يحاول تغيير من واقع أليم الآن، هو طبعا شاب صاحب فكر وعمله مميز. تذكروا مشاهدينا الكرام يعني، وحسن رجعت انت معنا يعني، تتذكر يا حسن احنا ممكن في بدايات برنامج موطني ولا زلنا نطالب من المواطنين تصوير اي مشهد ايجابي او سلبي وتمريره لاداره البرنامج، بحيث ان نطلعوه هذا الموضوع سواء كان سلبي ولا ايجابي، وسميناه كاميرا مواطن. انتم كاميرا المواطن الان يا حسن، انتم بتقوموا بعمل ماهوش بسيط. بالرغم ان امكانياتنا بسيطه، لكن الفكره هي اللي تكون من وراء الفيديو، تكون يعني مؤثره جدا، حتى ولو يعني الجوده تكون ضعيفه وهيك، لكن المهم الفكره توصل. بالضبط، انت صاحب فكره، ما اعتقدش انه يحتاج يعني شيء يعني غريب. يحتاج كاميرا التليفون، انتم درتوا بها يعني خطوه مميزه الصراحه. صح اكيد. مشكلتنا بس المايك تو ان شاء الله، بس كان محصل مايك يبدو اننا نسجل الصوت تكون فائده كبيره، يعني يكون الفيديوهات احسن. يعني انتم تحتاجوا الى مايك الان. يا ريت حاليا يعني قاعدين ندور في مايك. كويس. المايك ماهوش مشكله، قدموا لكم مايك احنا يعني بشرط انكم انتم تقدموا لنا صور حقيقيه واحنا نساعدوكم في برنامج موطني، ونمرروا هذه الفيديوهات اللي انتم تجيبوا فيها وهذه التجارب اللي انتم تجيبوا فيها، ومستعدين حتى لتكرارها عبر الحلقات، لان فيها فائده بصراحه للجميع. لما تجيب لي انت يعني مش عدت شويه يعني. لا بالضبط، يعني الان انت المايك مش قضيه كبيره، مكتبنا حنكلموهم ويحاولوا يوفروا لكم مايك، وانت مدنا بالماده ومدنا بالصوره اللي تكون معالجه لواقع زي ما شفنا تو. لما نقول لك انا لاحظنا اللي قام الكيس راجل كبير ومراه كبيره، لكن الصغار فاتوا عليها. هذه قضيه مهمه وتحتاج لدراسه في المستقبل. ان شاء الله يتغيروا حتى الشباب، يعني بعد ما يشوفوا الفيديو اكيد حيكون له ايجابي يعني عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا حسن الوليد، انت متميز وزملائك نشكروك، وان شاء الله دائما بالتوفيق، وانكم انتم دائما تقدموا خدمات او صورة تعالج قضايا